في واحدة بعتت لي سؤال بتقول لي ينفع تفيديني ان ابنها ومرات ابنها في امريكا وهي سنها 62 سنة حابة تيجي على امريكا تاخد المعاش. هي كانت شغالة في مصر بتاخد معاشها في مصر وعايزة تيجي هنا امريكا تاخد المعاش بتاعها. ابنها قال لها ما ينفعش ان هي تاخد معاش غير لما تكون كانت شغالة في امريكا. كلام ابنك صحيح، تصدقي ابنك. هنا في امريكا المعاش اللي الناس بتاخده بعد ما بتكبر في السن لازم تكوني شغالة في امريكا. هنا امريكا ما بتديش حاجة وبس للامريكان ولاي حد غير الامريكان. السنين اللي الناس بتشتغلها كلها بيتاخد جزء منها للضرايب، جزء للتأمين الصحي بعد ما الناس تكبر في السن، علشان عارفين بعد ما الناس بتكبر بيبقى عندها أمراض. بيتاخد جزء للمعاش وبياخدوا كذا حاجة لحاجات كتيرة. يعني هنا اللي بيقبض شيك بيقبضوا بعد الخصومات دي كلها، علشان الناس لما تكبر في السن تاخد المعاش بتاعها اللي هي دفعته وهي بتشتغل. علشان تاخدي معاش هنا لازم تكوني اشتغلتي مش أقل من 10 سنين أو أقل، على حسب ايه الشغل اللي انت اشتغلتيه، وبيحسبها 40 نقطة. ال40 نقطة دي كنت شغالة شغلانة أو اتنين، وعلى حسب ما هيديكي في الآخر بعد 10 سنين 300-400 دولار. هو بيحسبها بالنقط، 40 نقطة تستحق تاخدي. لكن انت هتيجي وانت مش معاكي جرين ولا معاكي سيتيزن مش هيديكي حاجة. أمريكا ما بتديش حاجة لحد وخلاص. الكلام اللي ابنك قالهولك صحيح. أمريكا الناس اللي بتقبض معاش على حسب السنين اللي اشتغلتها، وعلى حسب هي كانت شغالة ايه. كانت شغالة شغل كويس مع حكومة هتاخد معاش كويس، كانت شغالة مع بتوع البيزنس على حسب هي كانت شغالة ايه. هنا امريكا في المعاش بتاعها مش بيبقى كبير قوي، على حسب السنين اللي اشتغلتها. في ناس لما بتقبض، في ناس بتطلع المعاش على 80 سنة، في ناس على حاجة و60، في ناس على 70. لان هنا بيعرفوا قبل ما بيطلعوا معاش بيعرفوا هياخدوا كام لما بيطلعوا معاش. عارفين المعاش بتاعهم قليل مش هيكفي، ادوهم شغالين. لو في صحتهم كويسة بيشتغلوا. هنا بيشتغلوا بعد ال80. في ناس على حسب السنين اللي كانت شغالة فيها، وعلى حسب الشغل اللي كانت شغالاه بتاخد معاشها. في ناس معاشها بيكفيها لو كانت شغالة شغل كويس ما بتشتغلش بعد معاشها. في ناس بتطلع معاش بعد ما بتطلع معاش شغلها مش بيكفيها، بس تشتغل ساعات قليلة. لو اشتغل الساعات كتير المعاش بتاعها يشيل منها. بتشتغل من 20 ل30 ساعة في الأسبوع. لو اشتغلت أكتر من كده المعاش هينشال من عندها، علشان هما انت قادر تشتغل اشتغل بس مش هنديك. في ناس بتشتغل اللي هي شغلانة بارت تايم من 20 ل30 ساعة على حسب الساعات اللي بتاخدها. علشان هنا في ناس بتبقى عايشة لوحدها، مش هتقعد في البيت طول اليوم لوحدها قافلة على نفسها. هنا محدش بيسأل على حد غير لو كان عندهم أولاد، وفي ناس بيبقى أولادها بعيد عنها في ولايات بعيدة، وفي ناس مش بيبقى معاها أولاد بتبقى قاعدة لوحدها وكل واحد من القرايب في حاله. ففي ناس بعد ما بتطلع معاش والفلوس بتاعتها مش بتكفي بيشتغلوا بارت تايم، منها بيطلعوا يشوفوا الناس يتعاملوا مع الناس، ولو أخدوا ساعات كتيرة هيطلعوا من عندهم المعاش. لكن حضرتك مش معاكي سيتيزن علشان تاخدي معاش وتنزلي بيه على مصر. هنا لازم تكوني شغالة معاهم سنين كتير، وعلى حسب السنين وعلى حسب الشغل اللي انت كنت شغالة هيديكي. في ناس اشتغلت
7 8 سنين في الآخر خدت ايه؟ $300. $300 مش هتعمل حاجة. ففي ناس لو طلعت معاش بتكمل شغل من 20 على حسب ما هيحددوا لهم لازم تشتغلي بكام في السنة، زيادة عن كده بيتلغي المعاش. كلام ابنك صحيح وصدقي ابنك.